السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفين ان انا ايمن سليمان، اخصائي ومحلل نفسي. مش اول مرة تتابعوني برضو، ومعانا الدكتور احمد متخصص علاج طبيعي بالعصاية. اتفضل يا باشا. لا، هو انا بس عايز اقول حاجه. انا مش دكتور خريج كليه طب. انا احمد معالج شعبي بالطب العربي بالعصايه، والطب العربي للعمود الفقري ومشاكل العرق النسا والغضاريف عامه والعظام. طيب انا اول حاجة ليا كانت بناء عن انزلاق غضروفي في الغضروف الفقرة الصدرية. كانت بناء عن إصابة كانت عندي في الجيم. طبعا كان عندي حالة من الاكتئاب الشديد إن أنا مكنتش عارف ألاقي لها علاج. رحت لأكتر من مركز علاج طبيعي. طبعا أنا شفت الفيديوهات بتاعت الدكتور أحمد في الموضوع. حسيت الميول إن أنا عايز أروح، بس كانت في ناس كتير جدا بتحذرني من الموضوع ده. طيب الفكرة هنا بقى إن أنا رحت لأكتر من مركز ورحت لأكتر من دكتور، ما لقيتش الإجابة أو الاستجابة كويسة، لدرجة إن أنا حسيت ببعض الإصابات اللي جات لي عن طريق مراكز معينة. ولحد طبعا ما لفيت اكتر من مركز، ورحت في الاخر لاستاذ احمد طبعا في الموضوع. ومن تاني جلسة ابتديت احس فرق كبير جدا، والحمد لله اللي الجلسة التالتة حسيت بشفاء تام عنها. ودي كانت اكبر معجزة حصلت معايا في حياتي، وطبعا دي بفضل ربنا ثم استاذنا الفاضل. وكانت حاجة كبيرة جدا ان انت جلسة 2 3 تحس فرق بعد ما لفيت كتير جدا وصرفت كتير جدا برضو وما لقيتش النتيجة. طيب دايما مش كل حاجة الناس تحذرك منها بتكون هي خطر. يعني انت حاول لما تكون الدنيا ضاقت بيك جدا ومش لاقي حل، يعني شوف لي الحاجة اللي الناس دايما بتقولك عليها لأ مثلا. ليه؟ ان هي ممكن تكون فرصتك الوحيدة او املك الوحيد ان انت تعلق في قشاية، او انت قصدي عشان متعلق في قشاية فانت تحاول ان انت تنجد نفسك بيها. ودي كانت واقع تجربتي بصراحة، وانا الحمد لله تم شفاء على خير، وابتديت انزل الجيم تاني، وابتديت امارس شغلي عادي جدا وحياتي، ورجع لي ثقتي كمان في نفسي اكتر واكتر. وبصراحة يعني اكتر حاجة انا حسيت بيها بعد استشفائي من الموضوع ده ان انا حبيت ارجع تاني للوقاية كمان من اي خطر ممكن يحصل لي، وعن طريق العلاج بالعصاية. طبعا انا عايز اعرفكم مع استاذنا الفاضل ان علاج العصاية وتخصصها ايه، نتيجة اللي انا مريت بيه وبعد ما خلصت منه. بس هو تعقيبا على كلام دكتور ايمن. بس في ناس كتيرة جدا بتكلمني اللي هو احنا عايزين نعمل التجربة، بس احنا خايفين من علاج بالعصاية، مع ان هو موضوع العصاية اصلا موضوع سهل جدا. انت لو اي حد هيروح اي مركز علاج طبيعي هيلاقيهم بيشتغلوا بأداة جلاد ستون، أداة ستانلس. هي نفس شكل العصاية دي، نفس شكل العصاية دي، بس هي أداة معدن. الفرق بين دي ودي إن هي أداة معدن. هو حتى بالعقل كده بالبلدي، التانية أداة معدن ودي أداة خشب. مين فيهم في الضغط؟ أي حد بيحذرك بيعمل فيديو مثلا بيحذر من علاج بعصاية يقول لك أصل العصاية ممكن تكسر الفقرة. هو بالبلدي كده إيه اللي يكسر الفقرة؟ هل هي العصاية الخفيفة الخشب، ولا الأداة المعدن اللي هما بيشتغلوا بيها؟ طبعا ده مش ان انا بقلل من الاداه ديت المعدن، هي بتعمل نفس الفكره، ولكن هو احنا لو هنحسبها ان العصايه بتبوظ، طب ما انت اي مركز علاج طبيعي دلوقتي بيشتغلوا بالادوات دي، وركنوا التنس واللمبه الحمراء والحاجات دي على جنب. ده بيقول ان احنا اصلا هو الصح، ان احنا بنشتغل بيه من مئات السنين قبل كده ومن الاف السنين قبل كده. هم دلوقتي ابتدوا يعملوه. اي حد بتاع علاج طبيعي، اي حد بتاع تاهيل حركي، اي اعلان انت تشوفه على اليوتيوب او على الفيسبوك او اي حاجه عن جلسات الريكفري، هتلاقيه بيشتغل على ادوات زي ديت، وبيقول لك ان هي بتفكك المشاكل اللي فيها العضليه وترجع الغضروف وي وي والكلام ده. ده بالنسبه للعصايه نفسها كاداه بتعمل ايه. العصايه مش هي اللي بتعمل، اللي بينفذ هو ده اللي بيفرق معاك. انت ممكن تروح لدكتور يعمل معاك 20 جلسه علاج طبيعي ما يجيبش معاك نتيجه، تروح لدكتور تاني يعمل معاك جلسه واحده يجيب معاك نتيجه. هما الاثنين دارسين علاج طبيعي، بس هي الفكره اللي بينفذ التكنيك فاهم هو التكنيك ده ينفع مع الشخص ده ولا لا. الحاجه التانيه مساله الخوف من التجربه. حد كتير كلمني برضه اللي هو اصل الناس بتحذر منك. طيب خلاص يا عم، هو بالبلدي هل اللي حذرك مني هو عالجك؟ لا. طالما ما عالجكش طب خلاص، هو انت بتسمع كلامه ليه؟ ما هو انت المفروض انا اسمع كلامه لو انا شفت منه نتيجه. ما شفتش منه نتيجه، طب خلاص انت ليه مقتنع بكلامه؟ على الاقل هو كان عالجك. الحاجه التانيه، في سؤال بديهي اصلا انا بساله لاي حد، حتى لما بيحصل اي لقاء مثلا تلفزيوني بيبقى بينه وبين اي دكتور، بقول له بص انا هسالك سؤال بس منطقي، هو ليه الناس بتجيلنا؟ مفترض ان انا مفيش حد بيتعب وبيجي لي اول ما بيتعب.
بيروح مركز واثنين وثلاثة وياخد أدوية ويعمل علاجات كتيرة جدا. وده برضو مش قدح في الدكاترة، بس كل واحد بيشتغل حسب نظرية في الطب مختلفة خالص. نظرية احنا بنشتغل عليها نظرية الإخلاط والأمزجة دي، فراعنة كانوا بيشتغلوا بيها، اليونانيين كانوا بيشتغلوا بيها، العرب كانوا بيشتغلوا بيها، الطب الصيني، الطب الهندي، الطب اليوناني القديم. النظرية دي من بداية الخليقة لحد من 50 سنة كل الطب كان بيشتغل بيها. الطب الحديث بقى هو اللي بيشتغل على نظرية جديدة اللي هي نظرية الأنسجة ديت. طب احنا بنشتغل بنظرية الناس كلها كانت بتشتغل بيها بقى نفس السنين، هما بيشتغلوا بطريقة تانية. كل واحد ليه وجهة نظر في شغله، هو شغله صح مش غلط، بس انا بشتغل على الجسم بطريقه مختلفه خالص. انا لما بيجيلي الزيت اللي انا بشتغل بيه ده ليه فعل اصلا في المشكله. العصايه اللي انا بشتغل بيها، خامه الخشب دي، نوعيه الخشب ده نفسه ليه تاثير على الجسم. مش هتكلم بقى على مساله العلاج بالطاقه وتاثير دوت بيعمل ايه في الجسم والكلام دوت، دي يعني حاجه يعني مش مجال شرحها دلوقتي. التكنيك اللي انا بعمله ممكن يكون هو بيشتغل لك صح، ولكن هو لما بيشتغل لك اداك مثلا وقت الجلسه تلت ساعه، فهيشتغل لك بثلاث اربع اجهزه. ثلاث اربع اجهزه اللي هو يشتغل بيهم دول يعني مش هيدوك الوقت الكافي ان العضله دي محتاجه اصلا لوحدها شغل عليها مثلا تلت ساعه علشان تتحلل. انا عندي شد عضل، هو اشتغل لك بجهاز تنس او بلمبه سخنه. هي العضله محتاجه شيء يعمل لها ترويه دمويه من الداخل، سواء بقى كانت حجامه جافه، كانت حجامه عاديه، كان نوعيه الزيت ده اللي بيفك شد العضل. المهم ان هو في الاخر التكنيك اللي بيتعمل للحاله هو ده اللي بيفرق معاك في الايه الشخص. خوفك بقى من التجربه اذا كان دي عصايه ولا لا او الكلام ده، انا مش بقوله على العصايه بس، حتى انت ممكن يكون عندك مشكله وانت عارف ان علاجها ان انا هروح لدكتور كلى، بس عشان انا خايف ان الدكتور يقول لي ان انت عندك مرض معين، فانا اروح لحد بتاع بطنه يديني مسكن ويمشي ايه معايا. انا ما بخفش، انا بسكن الالم، لكن الحل الحقيقي إيه؟ ما حصلش معايا. بالنسبه لحاله استاذ ايمن مثلا، هي حاله معروفه اصلا في الطب، يعني معروفه حاله يعني اسمها متلازمه تي 4 في الفقره الصدريه. بيعمل معايا مشكله في نص الظهر، بتعمل معايا مشكله فوق في الكتف. طبعا انا بحس ان انا نص ظهري ده بين لوحين الكتف من الاثنين، ان انا في دايما مسمار 24 ساعه موجود في القصه دي. جنب المشكله دي بيبقى في مشكله تانية في لوح الكتف اللي احنا بنقول عليها الابهر، هم بيقولوا عليها تريجر بوينت. هو اختلاف مسميات مش اكتر، لكن هي مشكله اصلا في الليفه العضليه. هي حلها ايه؟ ما ينفعش ان هو تروح تعمل جلسه وتقول اصل انا ما خفتش، لا، هي طبيا اصلا اي دكتور بيعمل الجلسه ديت بيقول لك ان الف في بسم الله الرحمن الرحيم دي هتاخد معاك مثلا 4 جلسات. انت خفيت من اول جلسه خير وبركه من عند ربنا، خفيت في الثانيه والثالثه او الرابعه ده بقى خلاص، هو ده التطور الطبيعي بتاع الحاله، ان انت مثلا تحس بتاني اثر بعد تاني جلسه او ثالث او ثالث جلسه. هي احيانا هي المشكله انا مركز في الفقره، بس هي المشكله مش في الفقره بس، انا عندي مشكله في الفقره، لكن المشكله الاكبر في عضله بعيده خالص عن الفقره دي هي سبب المشكله. هو التشخيص هنا هو ممكن هو اللي يفرق، ممكن ده بيجي مش مشكله الدراسه قد هي مشكله الخبره. طبعا اي حد اصلا بيسمع الفيديو يعني هو شغال في مجال معين، ممكن يكون انت شغال في يعني اقرب مثال اي حد راح القصر العيني مثلا دخل كشك العظام، مع احترامي كل الدكاتره في العظام، لما يكون عندك مشكله مثلا في الجبس، حد رجليه مكسوره، ولا دكتور هيجبسك، هتلاقيهم بيدهوا العامل كده، العامل ده هو اللي بيجبسك، والدكاتره الامتياز كلهم واقفين حواليه بيتفرجوا هو بيجبس ازاي. هم الدكاتره دول درسوا 7 سنين قبل كده وهم واخدين هنا سنه امتياز، ورغم ذلك ولا واحد فيهم بيجبس. بيجيبوا العامل ده يجبس ليه؟ خبره السنين هنا هي اللي فرقت في الموضوع. المهم هو في الاخر ربنا يرزق الناس كلها الصحه ويرزق الناس كلها الشفاء ان شاء الله. ومش هقول لك يعني تعالى جرب لو انت عندك مشكله وبتاع، ولكن دور سبب مشكلتك الحقيقيه فين. خوفك من التجربه ممكن يمنع عنك خير كتير جدا، يكون هو ده في اي مجال، في مجال حياتك مش مجال بس التعب. وشكرا استاذ ايمن على يعني الفيديو اللي هو عمله، هو بقى لو هيكمل معاكم ان شاء الله. شكرا جدا على استماعكم معانا. شكرا جدا على استماعكم معانا طبعا، ويا رب نكون يعني افدناكم على قد ما قدرنا. وحابب اقول حاجه كمان، طول ما انت مش لاقي الحل حواليك، شوف الحاجه اللي انت حاسس ان انت مقلق منها وخد التجربه فيها. ليه؟ ممكن تكون بالنسبه لك صح 100% بس انت مش متاكد منها، فانت خد التجربه بدون خوف. واشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله. واللي حابب يسأل حاجة ممكن يبعت في كومنت، وان شاء الله نرد عليه ونفيد ونستفيد. السلام عليكم.